ايه اللي بيحصل في السودان. احيانا اللي تمدله ايدك بالخير يقوم قطعها لك، طبيعه بشريه ومش هنجادل فيها. انما لو اثرت على ان النساء تغتصب والاطفال تتقتل، مش هنجادل فيها برضو. وراء كل حاجه بتحصل مجموعه حاجات. انا مريم رجب في ما وراء الحاجات. علشان تفهم اللي بيحصل في السودان ضروري تفهم مين أطراف الخلاف. بدأ الخلاف ده ما بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، وقوات الدعم السريع دول ضروري تفهم جدا هم مين. القوات دي أسسها عمر البشير، وده كان رئيس السودان قبل ما يحصل انقلاب ضده لأسباب كتيرة جدا. لو مهتم أحكي لك عنها اكتب لي في الكومنتات وانا هعمل لك حلقه مفصله. المهم ان قوات الدعم السريع مجموعه من الشباب والناس الغير مدربين بشكل عسكري زي اي جيش في العالم، وكان ليهم دور وقت ما كان في متمردين في الدوله اثناء حكم البشير. وطبعا كل ده وهم مش من الجيش برضه، كل ده وهم عبارة عن مجموعة مسلحة بيستخدمها البشير في مواقف معينة لحد ما يحصل ويكون ليهم موقف في تأمين الحدود مع بعض الدول الخليجية، واللي يخلي البشير يعتمدهم ويعتبرهم مجموعة مسلحة خاضعة لرقابة الدولة وتحديدا المخابرات السودانية، لحد ما يجي البشير يتخلع وينقلب الشعب عليه. وكل ده بسبب البلد اللي انهارت اقتصاديا والانقسامات الداخلية اللي حصلت جواها. وهنا طبيعي كرسي السلطة والحكم فاضي تماما، وتظهر بقى الحرب اللي بدأت سنة 2023. والسؤال برضو هم مين أطرافها؟ الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ضد زعيم قوات الدعم السريع ضد محمد حمدان زعيم قوات الدعم السريع الشهير بحميدتي. حميدتي ده حرفيا بسبب دعم بعض الدول الخليجية عمل فلوس مش طبيعية ساعدته في تسليح قوات الدعم السريع بشكل كويس جدا. قوات الدعم السريع اللي اسمها برضو قوات الجنجويد اتهمت خلال فترة حكم البشير انها قتلت في دارفور ما لا يقل عن 1100 شخص بشكل وحشي جدا، ده غير العنف الجنسي ضد السيدات. وحصل اعتداء على ما يقرب ل 4400 سيدة، وكل ده حصل خلال فترة حكم البشير. يعني كل ده حصل وفي حاكم للبلد، وكل ده برضه كان الجيش لسه مسيطر على أطراف الدولة، والخلاف عمال يكبر ويكبر. وقوات الدعم السريع بسبب الدعم الخارجي ليها من بعض الدول والمنظمات اللي ليها مصلحة إن الحرب دي تفضل مستمرة، قدروا يسيطروا على مناطق كتيرة جدا في السودان. لحد الشهر ده سقطت في إيديهم مدينة الفاشر. المدينة دي موقعها مهم جدا بالنسبة للسودان، واللي مدي قوات الدعم بعد مهم جدا في الحرب دي. سقطت مدينة الفاشر في ايد الدعم السريع، اللي اول ما دخلوا المدينة عملوا عمليات قتل جماعي بطرق وحشية، لدرجة ان المنظمات الدولية مش قادرة تحسب حجم الخسائر في الارواح. ومن خلال شهادات ناس قدرت تهرب قالوا ان في اكتر من 25 بنت اتعرضوا للاغتصاب الجماعي من قوات الدعم وتحت تهديد السلاح. قوات الدعم السريع بيقتلوا المرضى داخل المستشفيات بالطاقم الطبي. بسبب الحرب دي اتشرد اكتر من 14 مليون سوداني. انت متخيل؟ الستات في السودان بتتخلص من نفسها علشان تهرب من وصمة العار اللي بيعملها الاغتصاب. معدلات الاغتصاب والعنف الجنسي زادت بنسبة 288%. طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل يا سيدي ان مجموعة الدعم السريع عبارة عن قطاع طرق اتلموا واتسلحوا من غير اي قواعد عسكرية للتدريب، وزي اي جيش في العالم بيكون له مبادئ معينة، بس دول ما عندهمش اي مبادئ. بالبلدي يعني شوية بلطجية بيشتغلوا لصالح ناس مش من مصلحتها استقرار السودان، اللي بتحتكم على كم غير بسيط من مناجم النفط والذهب. ودي الرواية الأكثر استخداما حاليا. قولي انت شايف ده في الكومنتات ولا شايف ان الموضوع مجرد انقلاب عادي؟ شاركني رأيك في الكومنتات لو كنت على الفيسبوك، وما تنساش تتأكد انك عامل لايك وشير، ولو كنت على القناة على اليوتيوب اتأكد انك عامل سبسكرايب. أنا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.